ولاعة تعمل ايه بس يا عم؟ مش السجاير دي اسعارها ولعت الفتره اللي دور على الولاعه ولعت والله، بس العلبه بقت ب 80 جنيه. يعني انت ما تعرفش انها بتضعف اعصاب الجسم كله، بتجيب امراض الدنيا شر لابد منه. طب ايه رايك لو قلت لك على طريقه تبطل بيها؟ يا عم عارف كل الطرق اللي انت هتقولها، خلاص ما هو بص اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. طب بس اسمع مني ومش تخسر حاجه. تبطل سجاير اول حاجه تاخد قرارك انت من جواك، تستعين بالله كده، تتوكل على الله وتاخد القرار. اول حاجه خليك عارف ان السجاير دي الادمان فيها بسبب النيكوتين، ودي الحاجه الاساسيه فيها. وعايز اقول لك النيكوتين ده هنعالجه يا سيدي. المشكله الثانيه العاده السيئه، وهو التبغ وال4000 مواد كيماويه بتجيب سرطانات وبتجيب امراض احنا في غنى عنها. في الاول حل النيكوتين، وبعد كده نشوف حل للعاده اللي احنا بنتكلم عليها. قال دكتور صديقي وقلت له بالنسبه للناس اللي بتشرب سجاير وعايزه تبطلها موضوع النيكوتين والصداع والاريافه والمواضيع اللي بتيجي دي، قال لي على نوع الدواء اللي قدامك في الصوره ده عباره عن نيكوتين طبيعي بيتباع في الصيدليه، هتاخده وقت ما يجيلك الصداع الشديد لو انت قررت انك انت تبطل سجاير. وقال لي ان هرمون الدوبامين اللي بيفرزه الجسم عن طريق النيكوتين برضك هيجيلك بنفس الطريقه واحسن كمان عن طريق الدواء ده. اما بقى التعود ودي مشكله كبيره، خليك فاكر بس انك خدت القرار وانك راجل وقد كده. اشغل وقتك بقى يا صديقي باللبان، فيتامين سي كتير، كل برتقال، كيوي، الحاجات اللي فيها فيتامين سي. واشرب ميه كتير وكل خضار كتير، الخضار الكتير بيخلي طعم السجاير مش حلو في البق. ابعد عن المثيرات والتجربه بجميع انواعها. يعني سجاره واحده مش تعمل، لا هتعمل حاجه، انت خدت القرار وانت راجل وقد كلمتك. امنع وقت الجزره وقطمها جحش، افتكر صحتك وفلوسك اللي بيرجعوا. صدقني والله العظيم اسبوعين بس لو واظبت وخدت القرار من جواك وكنت قد القرار اللي انت خدته، بعد كده لو شميت ريحه سجاير او قعدت جنب حد مش هتطيق ريحتها. وطبعا لو قلت لك على اضرار السجاير حدث ولا حرج، الصوره اللي مكتوب على العلبه نفسها تقريبا وعلبه السجاير نفسها مكتوب عليها بعض من